حروب ومشاكل من كل ناحية، والدنيا كانت ولعة نار، ومصر كانت مطمع لكل اللي حواليها. تظهر شابة عندها 21 سنة بس قلبها جريء وعقلها حكيم ويوزن بلد. تعالوا مع بعض نعرف أصل الحكاية عن الملكة كليوباترا، أهم ملكة في العصر البطلمي، وكانت محبوبة جدا وحكيمة، وعرفت تنقل الاقتصاد إلى مستوى عالي جدا، وكمان اهتمت بالفنون وطبعا بالشعب المصري في كل تفاصيله. وكمان كان باب القصر دايما تلاقيه مفتوح. يونانية الدم بس اتولدت مصرية، اشتهرت بالعبقرية وبالشجاعة وكمان الجمال. كانت بتتميز بالجمال المصري الفرعوني، وكمان كانت موهوبة وبتتكلم بلغات كتيرة جدا ومختلفة، وقادت الجيش في السن 21 سنة، وكانت أكبر إخواتها. حكمت مصر في فترة صعبة جدا، كانت العالم كله مليان بالحروب، وكانت الإمبراطورية الرومانية كانت مسيطرة على جزء كبير من العالم، ومصر وقتها كانت مطمع منارة علمية وثقافية. فقررت الملكة كليوباترا تتعامل بسياسة، وأول حاجة تعملها إنها تحسن العلاقات مع الدول المجاورة، وبالفعل قدرت تعمل كده وحسنت علاقتها جدا، والاقتصاد اتحسن لدرجة إن العملة المصرية تساوي تقريبا العملة الإمبراطورية الرومانية. وقتها كانت الإمبراطورية الرومانية هي الدولة العظمى، وكان بيحكمها 3 ملوك، ويوليوس كان واحد منهم اللي وقع في حب الملكة كليوباترا واتجوزها وخلف كمان منها، وبعدها اختال من مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ، وبعدها أنطونيوس طلبها للجواز، وبالفعل وافقت على الجواز بس بعد تفكير طويل جدا، وبعد ما وعدها إن هو يحافظ على حدود مصر. وبالفعل بدأ أنطونيوس إن هو يجهز جيش كبير، وبدأ يسيطر على بلاد الشام اللي أهداها للملكة كليوباترا. قولوا لنا بقى إيه أكتر حاجة عجبتكم في الملكة كليوباترا، واستنونا في فيديوهات تانية عن تاريخ مصر العظيم.